لو عايزة تعملي مشروع تعالى أقولك هنعمل السردين المخلل زيه زي المحلات بالظبط وبتوع الفسخاني، بس أحسن وأنضف وأطعم. حاجة كده اللهم بارك خطيرة. زبدة زبدة يا جماعة، حاجة كده زي العسل، ريحته تحفة، طعمه جامد جدا وطري وزبدة، وزي ما هتاكليه عند الفسخاني بالظبط هتعمليه في البيت مع شوية طحينة وبصلاية. يلا بينا نشوف عملنا الجمال ده ازاي. اول حاجه بجيب السمك بتاعي ايا كان سردين او باغه، انا بفضل الباغه، بحبه قوي في التخليل، بيبقى طعمه حلو جدا ومزبت كده وحلو. تمام. بدخل بقى على طول على الحوض وبجيب الحنفيه بتاعتي واشغلها وانزل بالسمك اشطفها شطفه حلوه. هتشطفيها ازاي يا لوزه؟ هشطفها اخلي دماغها تحت كده وديلها فوق، وابتدي اشطف السمكيه حلو، ومن الخياشيم كده اطلع منها الدم والرواسب كلها اللي بتبقى جوه الخياشيم. تمام. عايزاها تبقى وردي كده ونضيفه. تمام. هي الخياشيم بس، وبنشطف السمكية من بره شطفة حلو. اهم حاجة نشطفه ونغسله والنظافة تبقى حلو. عندي هنا مصفى، هبتدي بقى اجيبها وارص السمكية بتاعتي، راسها من تحت وديلها من فوق. تمام. هخلص كل الكمية بنفس الطريقة. حطيت بقى وغسلت السمك بتاعي كله بنفس الطريقة، راسه من تحت وديله من فوق. هبتدي بقى خلاص حطيته في المصفى، عندي طبق تحت المصفى علشان اي مية اي دم ينزل فيه على طول وما يبهدليش الدنيا. تمام. عندي بقى حتة شاشة او قماشة بيضة كده تكون نضيفة تستخدميها للحاجات ديت، وهغطيها بس عشان مفيش هموشة او ناموسة او اي طير يجي عليها، ويبقى حاجتنا نظيفة وزي الفل. تمام. غطيتها وهسيبها من بالليل لغاية الصبح نشتغل فيها على طول. خلاص سبتها من بالليل لغاية الصبح، هبتدي بقى اشيل القماشة بتاعتي اهو، والمية طبعا والدم اللي اتبقى او اللي اتصفى من السمك هتخلص منه فورا. طبعا هو ده اللي بيعمل الريحة. بصوا بقى السمكية خشبت معايا ونشفت خالص وبقت تمام التمام. سهل جدا وبسيط وهتعمليه في دقايق، مش هتقعدي كتير، وممكن تعملي كمية كبيرة جدا. انا هنا بقى خلاص بعد ما صفيته ونشفته وسبته من بالليل هبتدي انشفه بمناديل كده مطبخ او حتة قماشة نظيفة برضو، وهنبتدي نخلص باقي الكمية تنشيف وتنظيف. خلاص نشفت السمكية ما فيهاش اي مية، زي الفل معايا. اهم حاجة السمك بتاعنا يبقى طازة وحلو. هنا بقى عندي انا جايبة 3 كيلو من الباغة او السمك السردين. لكل كيلو من السمك السردين او الباغة هنحط معلقتين من الملح البحري او الرشيدي او الصخري زي ما بتقولوا، معلقتين كبار كده هرميين. انا هنا جايبة 3 كيلو فهحط 6 معالق من الملح. تمام. حطيت الست معالق من الملح. عندي بقى هنا معلقة من الشطة الحامية كده حلوة، معلقة كبيرة كده هرمية. وعندي معلقة من البابريكا. تمام. هبتدي برضو احطها. عندي بقى السر اللي بيخلي السردين والفسيخ والملوحة تحفة، ربع معلقة هنا هحطها للسردين من الحبهان المطحون. عايزة اقول لكم ما بيخللوش ريحة خالص. تمام. ودي البابريكا. ممكن كمان تزودي معلقة من الشطة، يعني حطينا معلقتين من الشطة عشان انا بس جايبة كمية كبيرة، ومعلقة من البابريكا، وهبتدي اقلبهم كلهم في بعض. تمام. ونقلب كل المكونات بتاعتنا دي في بعضها، حاجة كده تحفة وطعمها هيبقى خطير وكأنك بجد بجد جايباه من بره. هنا بقى خلاص حطيت قلبت التوابل بتاعتي وجايبة بقى شنط. اهم حاجة في المرحلة دي الشنط الكتير، هنحتاج شنط كده حلوة كده بيضة. تمام. هبتدي ارش فيها حبة ملح كده في الارضية، وابتدي امسك السمكية. تمام. وابتدي احشي الخياشيم بتاعتها حلوة قوي كده واقفلها تقفيلة حلوة.
اهم حاجة نحشي السمكية ونقفلها تقفيلة حلوة كده من فوق، هو الخياشيم بس. تمام. هخلص بقى كل الكمية بنفس الطريقة، وهحط سمكية عكس سمكية. سمكية هنا الراس، يبقى جنبها الديل، ونعكس السمك بتاعنا، ديل جنب راس، ديل جنب راس. تمام. اخلص بقى كل الكمية بتاعتي بنفس الطريقة. ممكن لو جايبة كمية تقسميهم على شنطتين، لو عاملة عايزة ممكن شنطة كبيرة وتكملي كل الكمية مع بعض كده في شنطة واحدة. انا بحب احطهم في شنطة كبيرة علشان كلهم يستووا مع بعض. كده بقى بحط كله، ونملى الخياشيم بتاعنا وبتاعت السمك كلها، ونبتدي نعكس سمكية جنب سمكية. هخلص بقى باقي الكمية كلها وهقول لكم هنعمل ايه. هنا بقى كنت خلصت كمية السمك بتاعتي كلها، سمكة عكس سمكة. تمام. بقت حبة توابل كده، رشيتهم عليها من فوق الوش، الملح والحاجات دي. وعندي هنا ربع معلقة شطة هبتدي أرشها كده، دي مادة حافظة ما تقلقوش منها. كل الشطة والحراق ده كله هينزل في المية. هنا بقى خلاص خلصت وصفتي. هبتدي بقى أهم حاجة في الموضوع، إن أنا أمسك الشنطة كده أخرج منها الهوا جامد جدا، طلع منها أي هوا خالص، واربط ربطة حلوة جدا بعد ما خرجت الهوا. وهبتدي اربطها واحطها في شنطة مع شنطة مع شنطة، ونخرج الهوا. اهم حاجة خلصت الشنطة دي، هجيب شنطة كمان وادخلها واخرج منها الهوا، واربطها ربطة حلوة. كذا شنطة كده، كتري في الشنط علشان ما تحسيش بأي ريحة هتطلع. هو عامة مفيش أي ريحة هتطلع منه، ريحته هتبقى زي الفل، هتعجبك جدا. مش هت مش هتشتريه من بره تاني بجد. هتجربي وشجعي كده نفسك وقوي قلبك، واعملي الحاجات الحلوة دي في البيت احسن من بره. كفاية نظافتها، كفاية ان انتي بتغسلي الحاجة ما بتسيبيهاش كده. هنا بقى حطيتها في كذا شنطة، وهبتدي بقى ان انا بصوا كذا شنطة، 3 4 5 شنط زي ما انتي عايزة. اهم حاجة الشنط الكتير وبنطلع منها الهواء زي ما انتوا شايفين كده. خلاص حطيت كذا شنطة عندي وقفلتهم تقفيلة حلوة. بصوا بقى بسم الله ما شاء الله، يتاكل ني والله، خطير خطير خطير. عايزة اقول لكم اللي داقوا من ايدي ما بيقدرش يستغنى عنه. هنا بقى عشان اخر حاجة خلاص حطيت الشنط البيضة كتير، اخر حاجة بستخدم شنطة غامقة اللي هي السودة العادية دي، وهبتدي اطلع منها الهوا برضو واخرج منها الهوا، واربطها ربطة حلوة. هنحطها بقى في علبة تلاجة اي حاجة، انا الحجم كبير عندي فما دخلش في العلبة. حطيتها كده في الحافظة بتاعت الحلويات ديت، وقفلتها قفلة حلوة، وهسيبها لمدة 5 ايام. تمام. هنسيبها بقى لمدة 5 ايام في المطبخ، وهنغطيها كده بحتة قماشة بس. كل يوم الصبح وبالليل هنغير على المكان بتاعها، او هنقلبها فوق وتحت. يعني انا دلوقتي صحيت الصبح، كل ما ادخل المطبخ افضل اقلب فيها فوق وتحت فوق وتحت علشان كله يستوي مع بعضه ويبقى زي الفل. هسيبهم 5 ايام بالظبط وارجع اقول لكم عملنا ايه. اللهم بارك اللهم بارك، ما شاء الله حلوة قوي قوي قوي. بعد 5 ايام من تسوية السردين، بصوا السمكية زي الفل، طرية ومزبدة، حاجة كده خطيرة. عايزة اقول لكم ريحتها قلب البيت بجد. الجيران قالوا لي انت عاملة ايه يا لوزة، ايه السردين التحفة ده. عايزة اقول لكم خطير جدا. هنا بقى خلاص جبته وطلعته من المية وتخلصت من المية اللي بتخرج منه. هبتدي بقى انضفه واحطه كده واجهزه علشان يبقى جاهز على الاكل. خلصت السردين ونضفته، شلت الراس منه وظبطته كده وفتحته زي الفل. بصوا مش ما شاء الله احلى من بره بجد بكتير. لو جربتيه بالطريقة دي هتعجبكم جدا جدا جدا، وسهل وبسيط وما بيقعدش وقت وما بياخدش وقت، وهتعمليه على طول. حلو قوي بقى لشم النسيم كده وخطير جدا. بصوا ما شاء الله احمر ووردي، والبطروخ اللي فيه حاجة كده اللهم بارك، جامدة جدا.
ممكن كمان تخزنيه في علب تلاجة وتحطيه في الفريزر وتطلعيه يا دوبك يفك وتاكليه منه على طول، مع شوية ليمون بقى وبصل أخضر أو بصل ناشف، شوية قرن فلفل وشوية طحينة، اللهم بارك، أكلة تحفة. عايزاكم بقى تجربوه بالطريقة دي تعجبكم إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وربنا يديمها علينا نعمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.